هنا سنحاول أخذ بعض أسئلتكم. لقد خصصنا 30 دقيقة لهذا الجزء، وبهذه الطريقة ستكتمل المناظرة التي تستغرق ساعتين. هناك 23 نقطة أساسية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. يجب أن لا ننخرط في أي نوع من الهتافات أو الضوضاء، فهذا ليس مكانا للفوضى، لأن العالم كله يشاهد، ويجب أن نكون قدوة. يجب أن نقدم مثالا للناس بأن المتعلمين حتى مع اختلافهم يمكنهم التعبير عن آرائهم سواء اتفقوا أو اختلفوا. هنا يجلس أستاذي من جامعة جواهر لال نهرو السيد بروشوتم أغروال، الذي علمنا أن شجاعة الموافقة وحكمة الموافقة وكذلك عكس ذلك كلها أمور ضرورية للغاية. النقطة الثانية، هذا النقاش ليس حول دين واحد فقط، ويجب أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع. هذا ليس نقاشا حول إعلان أي دين عظيما أو أي دين أدنى. لذا إذا كان أي شخص ينظر إلى هذا فأرجو أن يكون هنا. أود أن أؤكد لكم أنكم ستصابون بخيبة أمل في هذه المناظرة. حتى مع كثرة استخدام الرموز الدينية، هذان الشخصان اللذان يبدوان جادين أمامكم الآن هما في الحقيقة أشخاص طيبون. لقد التقيا مساء البارحة على الشاي، وكان هناك الكثير من المزاح والضحك بينهما، كما التقطا صورة وهما يعانقان بعضهما البعض. وهذا دليل على أن هذين الشخصين وافقا على المناظرة بطريقة هادئة وجيدة جدا مقارنة بالضجة المثارة على الإنترنت. أما ما يقال على تويتر فيبقى على تويتر، وإيلون ماسك يسميه هذه الأيام إكس. والآن في بداية هذه المناظرة، مع أن هذين العالمين لا يحتاجان إلى تعريف، لكن ربما يكون ذلك ضروريا. لقد تعلمنا في مجال الصحافة ألا نفترض أبدا، والعلم يقول الشيء نفسه. المفتي ساميال ندوي صاحب هو عالم إسلامي ومربي ومؤسس مؤسسة فاهان في كولكاتا. تخرج من دار العلوم الندوة العلماء المرموقة في لكناو، وهو نشط في التدريس والأعمال الفكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العامة. وفي الوقت الحالي يدرس الدكتوراه في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا. والأمر الجيد هو أنه إلى جانب دراسته يقوم أيضا بكتابة المدونات. لقد رأينا المدونة أمام برج محطة الوقود، ومعنا السيد جاويد أختر. السيد جاويد أختر شاعر وكاتب نثر أيضا، وقد كتب حوارات للأفلام وكتب أغاني كذلك. إلى جانب ذلك فهو أيضا صريح فيما يتعلق بالتفكير العلمي أو إلحاده المعلن، ويتحدث دائما عن العقلانية من وجهة نظره. سيداتي وسادتي، هل الله موجود؟ الجميع يحاول أن يجد إجابة لهذا السؤال بطريقته الخاصة. هناك من يعتبر هذا بحثا عن جسيم جود ديم، وهناك من يعتبره بحثا عن جسيم الإله، وهناك من يعتبره بحثا عن هيغز بوزون. هناك من يحاول إيجاد إجابة لهذا السؤال: كيف ظهر الوجود المادي في الأساس؟ ماذا كان هناك؟ ماذا كان قبل بداية الزمن وقبل الخلق؟ وهناك من يقول إن كل هذا مجرد بحث واستكشاف كيف تطور الدماغ الذي تجري فيه هذه العمليات ضمن تسلسل الطبيعة. آمل أن نتمكن اليوم من الحصول على بعض الإجابات لهذه الأسئلة الأساسية. أود أولا أن أدعو إلى المنصة فضيلة المفتي شمال ندوي. تفضل يا سيدي. يرجى البدء بالكلمة الأولى. يرجى التحقق من خط هاتفك مرة واحدة قبل البدء، أحيانا يحدث ذلك. كل الثناء للخالق الذي صنع هذا، للمبدع اللي خلق هذا الكون لهدف واحد. السادة المحترمون، جناب جاويد أختر، السيد سورب ديفيدي، والجمهور المحترم، شكرا لكم، شكرا للجميع على حضوركم اليوم. بما أننا سنتحدث اليوم في المناظرة عن موضوع وجود الله، فهذا موضوع يمكن أن يكون هناك معايير مختلفة لاتخاذ أي قرار بشأنه. لذلك من الضروري في بداية المناظرة أن نعرف أي معيار سيكون صحيحا وأي معيار سيكون خاطئا في موضوع اليوم. أول معيار أعتقد أن ضيفنا المحترم جناب جاويد الأستاذ أختر سيتجه نحوه بسرعة كبيرة، وهو العلم.
بينما في الحقيقة لا يمكن للعلم أن يكون معيارا مباشرا لإثبات وجود الله أو نفيه. ولست أنا من يقول هذا، بل هناك سبب لذلك. هذا ما يقوله الأشخاص الذين هم خبراء في العلم. الأكاديمية الوطنية للعلوم تقول العلم لا يمتلك الآلية لإثبات أو نفي وجود الله. لماذا؟ لأن العلم مرتبط بالأدلة التجريبية، والأدلة التجريبية مرتبطة بعالمنا الطبيعي والمادي، بينما الله هو حقيقة غير مادية وفوق طبيعية. لذلك لا يمكنك التحقق من الواقع غير المادي باستخدام أداة وظيفتها البحث في الواقع المادي. لذا في مناظرة اليوم لن يتم قبول الأدلة العلمية لإثبات أو نفي وجود الله. المعيار الثاني يمكن أن يكون من خلال الوحي، حيث نثبت ما إذا كان الله موجودا أم لا عن طريق الوحي. لكن هذا المعيار أيضا غير مناسب اليوم. لماذا؟ لأن الوحي بالنسبة لي هو مصدر معرفة، وهو مصدر معرفة صالح، لكن بالنسبة للدكتور جافد هذا ليس مصدر معرفة صالح. لذلك في مناظرة اليوم لن أقدم أي دليل من أي نص ديني حتى لا يكون غير مقبول بالنسبة لجافيد أختر صاحب. أما المعيار الثالث الممكن فهو الملاحظة يا أخي. إذا قال أحدهم أرنا الله، إذا كان موجودا فأرنا إياه، أو ما هو الدليل التجريبي على وجود الله، فهذا في الحقيقة استخدام أداة خاطئة. هذا يشبه أن يطلب مني السيد جافد هذا الطلب، أن يقول مفتي صاحب أظهر لنا البلاستيك باستخدام جهاز كشف المعادن. الآن لا يمكن كشف البلاستيك، لذلك البلاستيك غير موجود. لا، أنت تستخدم الأداة الخاطئة، لا يتم كشف البلاستيك بهذه الأداة. لذلك أعتقد أن وجود الله، المطالبة بهذا الأمر هو مطلب طفولي، وسعادة الأستاذ المحترم قد تجاوز هذه المرحلة بكثير. الآن لم يتبقى سوى معيار واحد، وهو العقل والمنطق والاستدلال، وهذا هو المعيار الذي سيتم من خلاله إثبات وجود الله أو نفيه. ولكن بما أن هذا موضوع مهم وحساس للغاية، فيجب أن يكون الدليل المنطقي قاطعا وليس غير محدد، يجب أن يكون واضحا كوضوح 2 زائد 2 بحيث لا يمكن رفضه منطقيا. على سبيل المثال، إذا قلنا إن السيد المحترم سورب هو إنسان وجميع البشر كائنات واعية، فما النتيجة؟ إذن السيد سورب أيضا كائن واع. هل هذا جدل غير محدد أم جدل محدد؟ هذا جدل محدد، وهو واضح كوضوح 2 زائد 2، ولا يمكن رفضه منطقيا بأي شكل من الأشكال. فإذا قدم اليوم أستاذنا المحترم دليلا عقليا أو برهانا منطقيا على عدم وجود الله يكون قاطعا، فأنا أعلن أنني بالتأكيد سأقبل هذا الدليل وسأتأمل فيه. ولكن في الوقت نفسه أعلن أيضا كإنتاج لا يمكن لأحد أن يقدم مثل هذا الدليل القاطع. نحن سنقدم الدليل، وسنقدم دليلا قاطعا، دليلا منطقيا، دليلا لا يستطيع العالم الثيولوجي بأكمله دحضه. لنفكر الآن في مثال، سيناريو بسيط. أطلب من جميع الحضور أن يتخيلوا نحن وأنتم في جزيرة معزولة، جزيرة لم يزرها أحد قبلنا، وأثناء تجوالكم فجأة ترون كرة وردية اللون موضوعة هناك. ما هو أول سؤال سيخطر ببالكم؟ لماذا هذه الكرة هنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ لماذا هي باللون الوردي تحديدا؟ كان يمكن أن تكون بأي لون آخر. لماذا هي بهذا الشكل تحديدا؟ كان يمكن أن تكون بأي شكل آخر. طبيعي أنكم ستصلون إلى استنتاج أن هناك من صنع هذه الكرة بهذه الخصائص المحددة ووضعها هنا، لأنكم تعلمون أن وجود هذه الكرة ليس ضروريا، كان يمكن أن توجد أو لا توجد، وحتى لو كان يجب أن توجد كان يمكن أن تكون بشكل أو لون آخر. الآن تخيلوا أنكم توسعون هذه الكرة وتوسعونها أكثر فأكثر حتى تصبح بحجم الكون. هل سيتغير السؤال لمجرد أن الحجم تغير؟ أبدا لن يتغير. سيبقى السؤال: من أين أتى هذا الكون بهذه الخصائص المحددة؟ من أين أتى؟ لماذا أتى؟ من صنعه؟ هذا السؤال سيبقى صالحا لبعض الوقت، ولكن إذا طرحنا هذا السؤال على السيد جاويد أختر، فبما أن نظرته للعالم ثيستية، وليس هو فقط بل كل من يحمل النظرة الثيستية أو الإلحادية، إذا طرحت عليهم هذا السؤال: من أين أتى هذا الكون؟ فإجابتهم ستكون إما حجة من الجهل أو ستكون عقائدية. إما سيقولون: لا أعرف من أين أتى هذا الكون،
لذا القول بأن الله غير موجود هو حجة من الجهل، أو سيقولون إن هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه، وهذا يعني أنه حتى تلك الكرة كان يجب أن تنشأ من تلقاء نفسها. لكن فيما يتعلق بالكرة لن يقبل هذا التفسير بأنها نشأت من تلقاء نفسها، بينما فيما يخص الكون يتم قبول هذا التفسير. يمكننا أن نسمي هذا أيضا عقيدة بكلمات أخرى. الأمر الآخر هو أن الدكتور جاويد بالتأكيد سيقدم مثال إله الفجوات، وسيعطي مثالا أنه في الأزمنة القديمة عندما كانت الرعود تزمجر كان الناس ينسبونها إلى إله معين، وعندما كانت الأمطار تهطل كانوا ينسبونها إلى إله آخر، لأنهم لم يكن لديهم دليل. هذا ليس من قيمنا أصلا، لأن معرفة تفسير العمليات الطبيعية لا تثبت من أين أن الله غير موجود. سأتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله. سترون أيضا، وأتوقع أن السيد المحترم جاويد أختر سيقدم بالتأكيد حجة عاطفية، وهي مغالطة منطقية. عندما يتعلق الأمر بتحديد الحقيقة سيقولون كمثال رئيسي: إذا كان هناك إله فلماذا يوجد الشر؟ قد يظل هذا السؤال صالحا لبعض الوقت، ولكن إذا طرحنا هذا السؤال على السيد جناب جاويد أختر، فبما أن نظرته للعالم إلحادية، وليس هو فقط بل كل من يحملون نظرة إلحادية للعالم، وإذا سألتهم هذا السؤال من أين أتى هذا الكون، فإجابتهم ستكون إما حجة من الجهل أو ستكون عقائدية. إما سيقولون لا أعرف من أين أتى هذا الكون، إذن الله غير موجود وهذه حجة من الجهل، أو سيقولون هذا الكون خلق نفسه بنفسه. هذا يعني أن الكرة كان ينبغي أن تتشكل من تلقاء نفسها، مع ذلك لن يقبل تفسير تشكل الكرة من تلقاء نفسها، بل سيعزى ذلك إلى قوانين الكون. بعبارة أخرى يمكن تسمية هذا بالعقيدة الجامدة. ثانيا، سيضرب طبيبنا مثال إله الغاز، وسيذكر كيف كان الناس في العصور القديمة ينسبون البرق إلى إله والمطر إلى إله آخر دون أي اعتراض. هذا ليس عالمنا ولا قيمنا. فكيف يثبت فهمنا لتفسير الظواهر الطبيعية أن الله لا يتدخل؟ سأناقش هذا بتفصيل أكبر في هذا الفصل، ستلاحظون ذلك أيضا. أتوقع أن يقدم أستاذنا المحترم جاويد أختار حجة عاطفية، وهي مغالطة منطقية عند محاولة الوصول إلى الحقيقة. على سبيل المثال سيقول: إذا كان الله موجودا فلا بد من وجود الشر. لماذا يوجد الشر؟ وجود الشر ليس دليلا ضد وجود الله، لأن وجود الله يعني أننا جميعا مسؤولون أمامه، ولكي نكون مسؤولين يجب أن يكون هناك شر، وبدون الشر لا يمكن أن نكون مسؤولين. وإذا لم نكن مسؤولين فسنطرح على الأستاذ جاويد أختار السؤال: إذا لم يكن هناك إله فلماذا توجد المعاناة في هذا العالم؟ وماذا عن مشاعر أولئك الذين عانوا ثم رحلوا عن هذا العالم دون أن يحصلوا على انتقامهم؟ هل ستذهب كل معاناتهم سدى؟ الآن نعود إلى نفس المثال. إذا سألني أحدهم من صنع هذه الكرة أو من صنع هذه الكرة المتوسعة، سأقول بما أن هذا الكون وكل ما فيه معتمد غير واجب الوجود، كون الشيء معتمدا contingent يعني أنه يعتمد في وجوده، إذن من الذي خلق تلك الكينونة؟ ما هو سببها؟ ثم ما هو سبب سببها؟ وهكذا نستمر بلا نهاية. نسمي هذا التراجع اللانهائي للأسباب، وهو مغالطة منطقية. مفهوميا اللانهاية ممكنة. على سبيل المثال إذا بدأنا نعد الأرقام 1 2 3 ونستمر في العد، أنا لا أتحدث هنا عن الأعداد اللانهائية من الناحية المفهومية. أثبتوا لنا عمليا في الواقع ما إذا كان التراجع اللانهائي للأسباب ممكنا أم لا. إذا كان ذلك ممكنا فسوف نقبل به. إذا أعطيت مثالا وأثبت أنه غير ممكن فلا يبقى أمامنا سوى خيار واحد، وهو ما نسميه الكائن الضروري المستقل، لأنه إذا كان معتمدا على غيره فلن يبقى ضروريا كائن مستقل كهذا. يجب أن يكون أزليا، لأنه إذا لم يكن أزليا وكان له بداية فسيكون هو نفسه ممكن الوجود كائن كهذا. يجب أن يكون قويا، لأن تحقيق الممكنات يتطلب قوة. كائن كهذا يجب أن يكون ذكيا وعالما، لأن هذا الكون يعمل بدقة وفق أشكال محددة وقوانين طبيعية محددة. شكرا لك. شكرا لك يا منتصر. بعد هذه المناقشات سأسأل السيد جافير أختار عما إذا كان يرغب في الجلوس والتحدث. حقا، أولا وقبل كل شيء أود أن أبشر المفتي صاحبه بخبر سار، وهو أن معرفتي بالعلوم محدودة للغاية، فلا تقلق بشأن ذلك. بعد هذه الحجج سأطلب من السيد جاويد أختار إذا كان يرغب في الجلوس والتحدث.
أولا، أود أن أبشر المفتي صاحب بخبر جيد، وهو أن معرفتي بالعلوم محدودة جدا، فلا داعي للقلق من هذه الناحية، لكن لدي بعض الحس السليم. انظروا، هذا التصور عن الله ليس تصورا جديدا، بل هو موجود منذ قرون. قد تكون بعض الأديان عمرها 3000 أو 4000 سنة، لكن الإنسان موجود منذ 10,000 أو 12,000 سنة على هيئة الهومو سابينس، ودائما كان هناك نوع من الدين. هذه الأديان لم تكن أديان الجهلة، بل كانت أديان مجتمعات مثل المجتمع اليوناني الذي أنجب كبار الفلاسفة. هذه كانت ديانة المصريين الذين بنوا الأهرامات، وكانت ديانة الرومان الذين كان لديهم فن معماري وسنت، أي أنهم وضعوا الأساس الأول للديمقراطية، حتى وإن كانت محدودة لكنها كانت ديمقراطية. هؤلاء الناس هم من فعلوا ذلك، وكان لديهم جوبيتر وزيوس، وكان لديهم نفس القدر من التقديس لهم كما لدى أي شخص متدين اليوم تجاه إلهه مثل المسيحيين. كان لدى جوبيتر زوجة وولدان وابنة، وعندما وصلت المسيحية إلى ألمانيا وأوروبا اختفى ذلك الإله وزوجته وعائلته بالكامل. فإذا نظرنا إلى التاريخ سنجد أن الآلهة في الغالب فانون لم يبقوا إلى الأبد. قد يقول قائل إن من آمنوا بهم كانوا جهلة لا يعلمون شيئا. هذا غير صحيح، لقد كانوا أناسا ذوي كفاءة عالية في عصرهم، وأنجزوا أعمالا عظيمة، كانوا فلاسفة وعلماء، ولكن أين ذهب دينهم؟ أين ذهبت آلهتهم؟ اليوم لا يزال الناس في العالم يؤمنون بهم. هل تعلم كم عددهم؟ وقد يقول البعض عن أولئك الذين آمنوا بهم إنهم كانوا جهلة ولا يعرفون شيئا، لكن الأمر ليس كذلك. كانوا أناسا أكفاء في زمانهم وحققوا إنجازات عظيمة، كانوا فلاسفة وعلماء، ولكن أين ذهب دينهم؟ أين ذهبت آلهتهم؟ اليوم هناك آلهة يؤمن بها الناس، من يدري ما الذي سيحدث بعد مئات السنين؟ عندما ننظر إلى أوروبا اليوم نجد الكنائس فارغة، فمع مرور الوقت تتغير الأمور. أما الأديان فكل دين يطلب منك شيئا واحدا، الإيمان. فما هو الإيمان؟ ما الفرق بين الإيمان والاعتقاد؟ سيكون من السخافة الشديدة أن يقول أحدهم إذا كان هناك إله فأرني إياه. هذا كلام جاهل. لكني أؤمن أن هناك قطب شمالي. لماذا أؤمن بذلك؟ لأن العالم إذا كان له شكل دائري فلا بد أن يكون له قمة، وبعض الناس ذهبوا إلى هناك بالفعل، والمنطق السليم يقول إنه يجب أن يكون هناك شيء كهذا، وهناك أدلة وشهود وأسباب. إذن هذا ليس مجرد افتراض من عندي. إذن ما الفرق بين الإيمان faith والاعتقاد belief؟ كل مساعدة نطلبها بالإيمان. الإيمان faith يعني أنه لا يوجد شاهد ولا دليل ولا منطق ولا منطقية ولا إثبات، ومع ذلك تصدق بشيء ما، هذا هو الإيمان. أما إذا كان هناك أي دليل أو شاهد فهذا يصبح اعتقادا belief، مثل اعتقادي بوجود القطب الشمالي، فهذا ليس إيمانا أعمى. الإيمان يلغي كل هذه الشروط. إذن ما هي الغباء؟ stupidity. إذا صدقت بشيء لا منطق له ولا عقلانية ولا دليل ولا شاهد ولا برهان ومع ذلك أؤمن به، فهذا يسمى سذاجة. مثلا إذا صدقت غدا أن إيلون ماسك هو أخي فسأكون في غاية السعادة وسأشعر براحة كبيرة. لكن إذا سألني أحدهم لماذا تصدق ذلك؟ ما دليلك؟ سيقولون هو أمريكي وأنت مختلف هو ولم تلتقي به ولم تراه، لكني أقول هذا إيماني لا تناقشه. فمعنى الإيمان الفيث هو أنك لا تستطيع إثباته، لو أثبته لا حاجة للإيمان. يبدو لك أنك لم تره، هذا إيماني فلا تناقش. معنى الإيمان أنك لا تستطيع إثباته، لو أمكن إثباته لما احتجت للإيمان. كل أديان العالم قائمة على الإيمان، ومعناه يقين بلا دليل أو منطق عقلاني. لماذا تسأل من وضع هذا المثل؟
المثير للدهشة أنك ذهبت إلى جزيرة ورأيت كرة، فوجئت بالكرة، لم نفاجأ بالجزيرة. هذه الجزيرة هي النجوم والمجرة كلها جزر رأيناها في الفضاء. كيف نشأت في هذا الوجود؟ هل كنت موجودا بالفعل ككيان مستقل وواضح المعالم منذ البداية، أم أنني كنت مجرد بقعة لزجة وغير محددة التصقت بشيء آخر في غياهب النسيان؟ نشأتي كانت عشوائية تماما بلا تخطيط أو غاية، عشوائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أما العدالة التي تتحدث عنها البشرية وتطمح إليها فلا علاقة للطبيعة الأم بقوانينها الصارمة والعمياء بالعدالة بمفهومها الإنساني والأخلاقي. لا أحد يهتم بما تقولونه عن أن العدالة ستتحقق في يوم من الأيام. العدالة هذا المفهوم الإنساني لا وجود له في الطبيعة. إذا أكل الأسد الغزال فلا يعاقب على ذلك، إذا جاءت عاصفة واقتلعت الأشجار الخضراء فلا يوجد سجن للعاصفة، لا يوجد عدل في الطبيعة، ولهذا السبب الطبيعة ليست بحاجة للعدالة. انظروا إلى كل ما يحدث في الطبيعة. إذا أكلت طعامي ولم أتمكن من هضمه فهل يجب أن يعاقب الطعام؟ لا، الأمر ليس كذلك. هكذا تسير الأمور. الطبيعة تسير بلا عدالة. العدالة هي مفهوم إنساني. لذلك من يقول لك سأعطيك العدالة فهو يتحدث من منظور بشري فقط، وليست شيئا طبيعيا أو سماويا، فالعدالة ليست من طبيعة الكون. أخي، أنت تقول لنلتزم جميعا بالقيادة على اليسار. ما هذا؟ كل الصدق، كل الشرف، قيادة على اليسار، وإلا ماذا سيحدث؟ إما أنك ستتسبب في حادث أو ستقتل أحدا أو سيحدث ازدحام مروري. الكذب، النفاق، الرشوة، كل هذه الأمور. القيادة على الجانب الآخر لا تعني شيئا. نحن من وضعنا هذا النظام كما وضعنا قاعدة القيادة على اليسار. مفهوم العدالة هذا هو من صنعنا، لا علاقة له بأي شيء من الأساس. الأسد يأكل الغزال، هل يسجن الأسد؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. إذن ما تعد به أديان العالم؟ من هذا يتضح أن كل هذا ليس من مكان آخر، بل هو من الطبيعة نفسها. بعض الناس يقولون إن كل شيء هو الطبيعة فقط. هناك أيضا من هم في سن يشربون الكحول بجرعتين محددتين فقط ثم يتناولون الطعام، لكننا نعتبر الكحول شيئا سيئا، وأنا أيضا أعتبره سيئا. لماذا؟ هذا لا يحدث. بعض الأشياء فيها عادة تزداد مع الوقت. حتى اليوم إذا كان هناك شخص يشرب الحليب، إذا التقيت به بعد 10 سنوات ستجده لا يزال يشرب كوبا واحدا فقط. هذا لا يحدث. يشرب الحليب منذ الصباح. لم أرى أحدا مدمنا على الحليب، لكن هناك مدمن كحول. هذه هي طبيعة الإدمان، فهو يزداد مثل ما يزداد السرطان كما يزداد شرب الكحول. هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون بشكل صحيح، وأنا متأكد أن مفتي صاحبنا أيضا من بينهم. سعدت جدا بلقائه. لكن كم عدد الأشخاص، أو عندما ننظر إلى الكوارث في العالم، كم من هؤلاء الذين كانوا مؤمنين كان لهم يد فيها؟ الدين لا يقول هذا، ولا أظن أنه يقوله. هكذا يفعلون أيضا. إذا كان هناك القليل فقط فقد يكون ذلك أمرا جيدا جدا، لكن الكحول ليست سياسة، بل لديها ميل معين. في البداية إذا كان هناك عدد قليل من خلايا السرطان في الجسم فسيبقى الإنسان، لكن هذه الخلايا لا تنتشر، إنها تتكاثر. انتهى الوقت. انتهى الوقت، انتهى الحديث، وكان لا يزال هناك ما يقال عن البذرة. نعم، أنا أدعو الآن للجولة الأولى من الردود. المفتي صاحب، هذه جولة الرد الأولى، عندك 7 دقائق. شكرا جزيلا يا جاويد صاحب، لقد تأثرنا كثيرا بسماع حديثك، شعرنا بذلك بالفعل. حسنا، الآن دعونا نناقش الأمر بشكل منطقي قليلا. في الحقيقة طلبنا بالأمس من المفتي وجاويد أن يستخدموا الهندية ليفهم الجميع بسهولة، وحيثما استخدمتم كلمات صعبة. كيف الحال؟ وأيضا أخبرونا هناك. شكرا لكم. فأولا أشار السيد المحترم جاويد إلى أن الإله فان. كم من الأديان تقدمت ومضت، هناك من اعتبر المشتري إلها وهناك من اعتبر غيره إلها. من اعتبر شيئا حادثا إلها أخطأ، فذلك ليس إلها، ذلك ليس إلها أبدا. نحن هنا لنثبت الوجود الضروري،
ذلك السبب الضروري الذي هو أبدي والذي هو سرمدي وأزلي أيضا. نحن لسنا هنا لإثبات أي شيء آخر. الأمر الآخر قال إن الإيمان والاعتقاد هو تعريف للإيمان قدمه هو لأول مرة، أو عذرا لم يقدمها هو لأول مرة، بل ريتشارد دوكنز هو من قدمها أولا. أنا أعلم من أين جاء هذا المصدر. من الناحية المعرفية لا يمكنك التفريق بين الإيمان والاعتقاد بهذه الطريقة يا سيدي. الإيمان قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، والاعتقاد أيضا قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. الإيمان الذي يستند إلى المنطق والعقل والأدلة ذلك الإيمان صحيح، أما الإيمان الذي تتحدث عنه بأنه غير منطقي ولا يوجد ما يدعمه فنحن متفقون تماما. نحن لا نؤمن بذلك النوع من الإيمان. الإيمان الذي لا يوجد خلفه منطق أو دليل نحن لا نؤمن به. نحن نؤمن فقط بذلك الإيمان الذي يستند إلى المنطق والأدلة. فالمعتقد يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا، وكذلك الإيمان يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا. إذن اليوم لا نتحدث عن الفرق بين الإيمان والمعتقد. اليوم سواء قبلت بالإيمان أو بالمعتقد النقاش هو ما هو الحق، سواء كان المعتقد الصحيح هو الصحيح أم الإيمان الصحيح هو الصحيح، وما هو الإيمان الخاطئ وما هو المعتقد الخاطئ. النقاش يدور حول هذا الموضوع. والشيء الثاني الذي سأل عنه، إذن ما الغباء؟ إذا لم يكن الإيمان أو الدين غباء فماذا يكون؟ لأنهم يطالبون بالإيمان، فما هي الغباء؟ أنا أقول إن الغباء هو الإلحاد، والسبب في ذلك أنك تمشي في أحد الشوارع وتدخل إلى حديقة وترى هناك مكتوبا بين الزهور: أحبك يا جاويد أختر، وأنا حقا أفعل، أحبك يا سيدي. لما وصلت إلى هناك بعد وصولك تخبرني الآن، هل ستقول هذا؟ واو، يا له من اختيار طبيعي. هل هذا هو الاختيار الطبيعي؟ لا، هذا مصمم بدقة. هناك مصمم وراء هذا. لذا إذا كان هناك شخص لا يقبل أمرا بديهيا كهذا، أن الكون الذي يعمل بهذه الدقة قد نشأ من تلقاء نفسه، فأنا أعتقد أنه لا توجد حماقة أكبر من ذلك. هذا أمر غير منطقي. ثم قال أستاذنا: لقد ركزت على الكرة ولم تركز على الجزيرة. من الذي صنع الجزيرة؟ لهذا السبب أضرب مثال الكرة لأوضح ذلك. والكرة أيضا حادثة والجزيرة أيضا حادثة، كلاهما يتطلب وجود كائن ضروري. ثم قال بعد ذلك: لا يوجد عدل في الطبيعة. نحن من نقرر ما هي الأخلاق وما هو العدل. نحن من نقرر، مثل شرط المرور في مقعد القيادة، هذا لم يقله أي إله، وهذا ما يسمى بالتشابه الزائف. هذه مغالطة منطقية. المثال اللي ذكرته عن القيادة وحركة المرور هو أخلاق ذاتية. لا يمكنك استخدام الأخلاق الذاتية كمثال للطعن في الأخلاق الموضوعية. العدالة أو الأخلاق الموضوعية، إذا قلت إنه لا يوجد عدل في الطبيعة فهذا يعني أن غياب العدل أمر طبيعي. إذن دع الطبيعة تبقى كما هي، فلماذا نسعى جاهدين لجلب العدالة إلى العالم؟ هذا أمر غير منطقي وغير عقلاني. لذلك هناك أشياء كثيرة تعتبر شرا أو خيرا بشكل موضوعي، وهناك أشياء كثيرة تعتبر كذلك بشكل ذاتي. أما ما هو أخلاقي أو غير أخلاقي بشكل ذاتي فنحن نحدده من خلال الإجماع الاجتماعي أو التفضيلات الشخصية. لكن الأخلاق الموضوعية التي تتعلق بالعدالة كما كرروا مرارا هذه موضوعية وليست ذاتية. إذا قلت إنها ذاتية فسؤالي لك هو: هل يمكن اعتبار الظلم صحيحا من خلال الإجماع الاجتماعي؟ سأوضح نقطة أخرى. قال أيضا إنه إذا شربت عبوتين من الخمر فلن تتوقف عند هذا الحد بل ستزيد، ونفس الأمر ينطبق على الدين. إذا شربت عبوتين ستزيد، فهذا مثال يمكن تطبيقه في أي مكان، يمكنك تطبيقه على الإلحاد أيضا. فعندما تأخذ عبوتين من الإلحاد سيزداد الأمر حتى يصبح مثل كوريا الشمالية. شكرا. لجولة الرد الأولى أدعو السيد جاويد، لديك 7 دقائق، يرجى إعادة ضبط الوقت. يسعدني أن مصطفى اعترف بأنه لا يوجد عدل في الطبيعة. إذن أي شيء لم يصنعه الإنسان لا يكون نقيا. أود أن أوضح لكم شيئا. عندما تذهبون إلى الحدائق وترون الزهور فاعلموا أن أيا منها ليس طبيعيا،
كل هذه الزهور تم تهجينها وصنعها من خلال التهجين المتقاطع. الزهور التي تنمو في الغابات عادية جدا، أما هذه الزهور التي تثير إعجابكم في الحدائق فهي من صنع الإنسان، حيث تم تهجين أنواع مختلفة من الزهور وتطويرها مرارا وتكرارا حتى وصلت إلى هذا الشكل. في البرية أو في الغابات المهجورة لن تجدوا وردة بهذا الجمال. إذن الإنسان قام بالكثير من الأعمال، لكن لم تجبني على نقطة واحدة، وهذا ما أشتكي منه. ما هو إذن؟ ولماذا تطلبون ذلك مرارا؟ أنت منطقي، لديك كل الأدلة والبراهين، فلماذا تطالب بالإيمان وتقول للناس استسلموا ولا تطرح المزيد من الأسئلة؟ فلا يوجد دين يسمح بطرح جميع الأسئلة، بل يمنع ذلك ويقول لا تكثر من الأسئلة، ستتعب نفسك. لماذا تمنعون ذلك؟ الحقيقة هي ما هو تعريف الإنسان؟ تعريف الإنسان هو أن هناك نوعين من الناس في هذا العالم. الأول هم أولئك الذين عبدوا جهلهم الخاص، والثاني هم الذين تحدوا جهلهم وبحثوا بجد عن المعرفة الحقيقية. ما هذا الذي تقوله؟ اليوم أنت مندهش، كيف تكون هذا الكون؟ كان الناس مندهشين عندما تغرب الشمس، كيف تخرج من هناك؟ وأنت مستعد لتقبل أي شيء دائما دون أن تخطو خطوة واحدة للبحث. يا أخي، لا تسأل من أين جاء هذا. هذه القوة كانت موجودة دائما. إذا كنت تقبل الأبدية للقوة، فما المشكلة في قبول الأبدية للكون؟ هل كان هذا موجودا دائما أم لم يكن؟ لا نعرف، ويجب أن نقول إننا لا نعرف. العجيب أن الجميع يظنون أنهم يعرفون كل شيء عن هذا العالم، كيف نشأ، كيف سينتهي، وماذا سيحدث بعد الموت. يعتقدون أنهم يعرفون كل ذلك. لم يكن أحد يعرف عن الديناصورات من قبل، لم يكن أحد يعلم بذلك. لا يوجد ذكر للديناصورات في أي كتاب ديني في العالم، لكن كل الأمور الأخرى مثل كيفية خلق الكون ونهايته وكل شيء آخر يزعمون أنهم يعرفونها. من يدعي أنه يعرف كل شيء فهو مخطئ. يجب أن يكون لدينا هذا النوع من الإنسانية، أن نعترف بأن هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها، لكن يجب أن نقدر جهلنا ونحاول اكتشافها بأنفسنا. العالم الذي تجلس فيه الآن، هذا القاعة، هذه الكهرباء، هذا الميكروفون، الطائرة التي أتيت بها، السيارة التي جئت بها إلى هنا، كل هذا من صنع أولئك الأشخاص الذين طرحوا الأسئلة. هذا العالم الذي تعيش فيه اليوم براحة هو من صنع أولئك الأشخاص الذين طرحوا الأسئلة، وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم. الأسئلة وصفت بأنها مكروهة، قيل إنها خاطئة. اقرأوا قليلا من التاريخ، هناك كتاب شيق جدا يوضح متى بدأت الأديان تعارض العلم، حتى أن الأمر وصل إلى حد أنهم كانوا ضد محرك البخار في ذلك الوقت. الأسئلة وصفت بأنها مكروهة وقيل إنها خاطئة. اقرأوا قليلا من التاريخ، هناك كتاب شيق جدا يوضح متى بدأت الأديان تعارض العلم، حتى أن الأمر وصل إلى حد أنهم كانوا ضد محرك البخار، بل حتى ضد محرك الستيم إنجن، وقد صدرت فتاوى ضده، حتى الفاتيكان أصدر فتاوى بذلك. فهذا الأمر كان دائما موجودا. مثلا كلما وصل اليمين المتطرف إلى السلطة في أمريكا فإنهم ماذا يسمون ذلك؟ سيد؟ لا، ليس سيد، بل ذلك الذي يتعلق بجسم الإنسان. عندما يصل الأمر إلى ذلك يتوقف البحث، والجمهوريون لا يسمحون به. ولماذا كل هذا الخوف؟ في وقت من الأوقات كان كل هؤلاء المتدينين غاضبين جدا، يقولون إن هذا الشخص يحاول أن يصنع إنسانا. ما مشكلتكم؟ إذا استطاع أن يصنعه فليصنعه، دعوه يفعل. ما هو هذا الخوف؟ وكل هذا الذي تقولونه اليوم أتذكر قصة حدثت لي في الصف السادس. كنت متفوقا جدا في الرياضيات، لذا عينت لي معلمة علمتني العد من 1 إلى 6.
لا أستطيع نسيان ذلك اليوم حين شرحت لي ما هو الواحد وما هو الثلاثة وما هو الأربعة. شعرت وكأن رأسي سينفجر من الجلوس. هذا الرجل يقول: ادخل من داخل الجدار وهو يمشي. أنا متعب اليوم، فماذا حدث اليوم؟ إنها تتجاوز حدود المألوف وستندهشون لرؤيتها. سيأتي وقت تبدو فيه ضئيلة الأهمية. هذا هو تاريخ البشرية. لا تتخذوا جميع القرارات بسرعة. تحلوا ببعض التواضع. قولوا: لا نعلم مدى اتساع هذا الكون، متى وجد وكم سيدوم. لا نعلم. متى قررتم ذلك؟ وفقا لحساباتكم يعتقد أنه مضى عليه حوالي 14 مليار سنة، وقبل ذلك لآلاف أو ملايين أو حتى مليارات السنين. ماذا كان الله يفعل؟ كنا نحن أيضا جالسون نتساءل. قبل ذلك لآلاف أو ملايين أو مليارات السنين ماذا كان الله يفعل؟ كان جالسا بصمت وكأنه يأخذ قسطا من الراحة. ثم خطرت له فكرة فقال: لماذا لا أقوم بعمل ما؟ الوقت سيمر بشكل جيد فلأخلق الكون. فكروا في الأمر. هو موجود منذ الأزل، أليس كذلك؟ لكن الكون ليس أزليا بل هو مخلوق. فماذا كان هناك قبل ذلك وما كان عمله حينها؟ ما المشكلة؟ الأمر بسيط للغاية. ما نعرفه اليوم هو أنه قبل 2000 و2500 عام أخبرك أحدهم بما هو، صدقته. ومنذ ذلك الحين وهم يصدقون ما قيل قبل 2500 عام. لقد تغير كل شيء. تحل الأمور. العلم لا يفعل ذلك على الإطلاق. ما عرفوا اليوم تدريجيا قبل 2500 عام أخبر أحدهم يمكن عليه الأمر، صدق ذلك. ومنذ ذلك الحين لا يزالون يصدقون ما قيل قبل 2500 عام. كل شيء تغير. الأمور تحل الآن. العلم يدعي أبدا وأنت يستفيد عنه يعرف كل شيء. بل أقول: لما عرفنا أدركنا أن لذا نعترف بجهلنا. جادلوه لا تعبدوه. أجل لقد حان الوقت. شكرا جزيلا. أنا في شانخلال أتراك في ماث أدعو المفتي صاحب للجولة الثانية. أمامكم 7 دقائق أخرى. شكرا لك سيد جابد. كرر. أختار ذلك عدة مرات. العلم والمنهجية العلمية، هذا هو المصدر الوحيد للمعرفة. هذا هو العلموية. نحن نرفض ذلك. أما العلم فنحن نؤيده وندعمه. اقرأ تاريخنا بالكامل. إذا قرأت ستعرف ذلك بنفسك. على أي حال هذا موضوع مختلف. بعد الكلمة واحدة: الفاتيكان أصدر فتوى. لا علاقة للفاتيكان بالفتوى. الكلمتان متناقضتان. بعد ذلك قال: إنه لا نعلم. إذا كنت لا تعلم فقل بوضوح أنك لا تعلم. ما المشكلة في ذلك؟ هذا بالضبط ما أقوله. قل فقط أنك لا تعلم، لكن لماذا تدعي أن الله غير موجود؟ قل فقط أنك لا تعلم. قد يكون موجودا، أليس كذلك؟ وقد لا يكون موجودا، لكن أنت تدعي ذلك في اللحظة التي تقول فيها الله غير موجود. هذا ادعاء، والآن عبء الإثبات يقع عليك كما هو واقع علينا. ولماذا ذلك؟ سأخبرك لماذا، سأوضح لك ذلك أيضا. فلسفيا الادعاء ليس فقط أن يقوم الإنسان بادعاء إيجابي، بل حتى إذا قام بادعاء سلبي فإن عبء الإثبات لا يسقط عنه. الآن على سبيل المثال إذا قلت لا يوجد أحد في تلك الغرفة، لقد قمت بادعاء معرفي. لا يوجد أحد في تلك الغرفة، لقد قمت بادعاء معرفي. أو إذا قلت لا أعلم، قد يكون هناك أحد أو قد لا يكون، هذا ليس ادعاء. لكن عندما أقول أنه ما يوجد أحد هناك أو أقول أن هناك أحدا، كلاهما ادعاء وكلاهما عليه عبء الإثبات، وعلينا أيضا عبء الإثبات. لقد قدمت حجة الاحتمالية، قوموا بتفنيدها أو دحضها. آخر شيء قاله هو: ماذا كان يفعل الله قبل أن يخلق العالم ب150 سنة أو بملايين السنين؟ يا حضرة! على أي حال سأجيبك. أنت شخصية محترمة بالنسبة لنا. لو لم تكن أنت لما كنت سأتعامل مع هذا السؤال أصلا. كلمات مثل قبل 100 سنة أو بعد 100 سنة، قبل، بعد، الآن، كلها ألفاظ مرتبطة بالزمن. الزمن بدأ فقط مع بداية الكون. بعد ذلك ماذا كان يفعل الله قبل ذلك؟ السؤال منطقي، إنه مغالطة، أي أنك تسأل عما كان يفعله الله قبل خلق الكون. قبل خلق الزمن لم تكن هناك علاقة بين الزمن والزمن. إذن هذا السؤال نفسه غير صحيح. فيما يتعلق بالله، النقطة الثانية في الحجة التي عرضتها عليك، لقد أثبتت مرارا وتكرارا وتقول إن هذا هو إله الفجوات. انظر، لم نكن نعرف من قبل ثم أوضحتها لنا العلوم بمثال بسيط سأشرح لك. الغاز الذي تتحدث عنه
حتى لو أثبتت العلوم تلك الفجوات من خلال أي وسيلة، فستكون تلك الوسائل ممكنة الوجود فقط، سواء كانت قوة أو مادة أو طاقة. إذن يبقى سؤالنا صحيحا حتى تصل إلى الكائن الضروري. والتسلسل اللانهائي غير ممكن بالطبع في هذا العالم العملي. من الواضح أنه يجب أن نتوقف في مكان ما، وحيثما نتوقف يكون ذلك هو البداية الذاتية. النقطة الثانية اللي لا ذكرتها، ماذا كنت أقول؟ أي نقطة كنت أتناولها؟ نعم صحيح، حيثما نتوقف يحدث ذلك. إذن تم ذكر الزمن. عذرا، مثال على إله الفجوات، هناك سيارة رأى أحدهم أن عجلات السيارة مركبة بشكل جيد جدا، وعجلة القيادة موضوعة في المكان المناسب تماما، والمقاعد مصممة بشكل جيد للغاية وتعمل بدقة كبيرة. إذن لابد أن هناك من صنعها، لابد أن أحدا قد خلقها. الآن جاء السيد جاويد وقال: يا سيدي افتح غطاء المحرك، يوجد محرك بداخلها، المحرك هو الذي يشغل هذه السيارة. ها أنت تثبت أنه ما أحد صنع السيارة، هذا منطقي وعقلاني. لقد أثبت وجود تلك الفجوة من خلال المحرك، لكن هل بذلك أن ما هو الخلق ومن هو الخالق؟ هذا هو السؤال. هل من الممكن أن يصبح هذا السؤال مستحيلا أو أن ينتهي هذا السؤال؟ هذا غير ممكن. لقد قمت بملء الفجوات باستخدام الأشياء الطارئة، وبهذا جعلت ملاحظاتنا أوسع وأكثر شمولا. الآن أصبحنا نعرف أكثر عن هذه السيارة ومدى تعقيد نظامها. كنا نفهم أقل في السابق، الآن أصبح التعقيد أكثر وضوحا. الآن أصبحنا نفهم بشكل أوضح، وزادت قناعتنا بأن هذه السيارة لا بد أن يكون قد صنعها أحد ما. وهذا هو الحال مع الكون أيضا. العلم دائما يتعامل مع الأشياء المادية في العالم، وسيظل يتعامل مع الأشياء المادية فقط، لأن الأدلة التجريبية مرتبطة بالعالم المادي. لا يمكنك إثبات الواقع الميتافيزيقي من خلال العلم أبدا. هذا يعد استخدام الأداة الخاطئة. هذا يشبه تماما أن تحاول اكتشاف البلاستيك باستخدام جهاز كشف المعادن، ومن الواضح أن هذا ليس صحيحا. شكرا لكم. نعم، هذه هي الجولة الثانية من النقاش. نعم 7 دقائق. أولا أود أن أقول لكم أنكم ذكرتم أنه عندما لم يكن كون لم يكن وقت ولم يكن أي شيء. كيف لم يكن هناك شيء الله موجودا؟ كان هناك جزء من وجود الله، فإذا كان الله موجودا فلا بد أن الوقت كان موجودا أيضا. ليس الأمر أنه لم يكن هناك شيء، كان الله موجودا. حسنا، هناك المزيد. هل قلت سيدي أثبت ذلك؟ لديك منطق ولي أيضا منطق. ليس من مسؤوليتي أن أثبت وجود الله. برتراند راسل قال شيئا جميلا جدا. برتراند راسل قال شيئا جميلا جدا: إذا ادعيت أمامك أن هناك إبريق شاي يدور حول كوكب المريخ، حول المريخ، فليس من مسؤوليتك أن تثبت أنه لا يوجد إبريق شاي هناك. هذه مسؤوليتي، أنا من ادعيت ذلك. والادعاء يفعله المتدينون، يقولون الله موجود، فلماذا أثبت أنه غير موجود؟ طالما لم تقنعني فلن أصدق. هذه مسؤوليتك أنت وليست مسؤوليتي. ثانيا، هذا اللي ذكرته، يقولون إن هناك ثغرات. هذه الثغرات عندما يتحدون دينا، عندما يظهر شيء كهذا تحدث ضجة، فعندما يتحدون عقيدة. كل هذا العلم الموجود حاولت الأديان إيقافه في أماكن وأزمنة مختلفة. هذا هو كتاب إطلاق العنان للعلم لبرتراند راسل، ستعجبك، إنه علم تاريخي. العلاقة بين الدين والعلم هي هكذا. الآن خلينا نفكر على أي حال أن وجود الدين وهذه المعتقدات بالله تجعل الإنسان أفضل. فافعل شيئا، خذ خريطة العالم أو خريطة الهند وحدد الأماكن التي ينتشر فيها الدين أكثر، سواء كان ذلك في أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى أو تلك المناطق في الهند حيث يكثر التدين. ضع هذه الخريطة جانبا، ثم خذ خريطة أخرى لتحدد أين الظلم، القمع، انتهاك حقوق النساء، الاستبداد، الدكتاتورية، أين توجد كل هذه الأمور. إذا وضعت هذه الخريطة بجانب الخريطة السابقة ستجد أنهما متطابقتان تقريبا. إذن أخبرني، إذا كان هناك تركيبة لاستخدام الله فلتخبرني عنها، حتى عندما تجلس على الطريق لتناول دواء بسيط يشرحون لك طريقة استخدامه. فماذا عن هذا؟
كلهم يرتكبون الظلم باسم الله، فما شأني؟ كل شيء يتضح من الاستخدام. ربما رأيت زجاجة ويسكي حمراء، وعندما تسلط عليها الضوء تبدو جميلة. هل تضر أحدا؟ المشكلة في سوء استخدامها. أنت لا تحبها لأن استخدامها خاطئ. هذا المفهوم خاطئ، ودائما ما كان خاطئا. لقد رأيتم التاريخ، انظروا بأنفسكم. لقد رأيتم الهند، رأيتم العالم، انظروا ماذا يحدث، كيف يستخدم الناس أصحاب الإيمان هذا الأمر. لقد رأيتم التاريخ، رأيتم الهند، رأيتم العالم، كيف يستخدم المؤمنون هذا الأمر. هل يمنحون العدالة ويصبحون أفضل؟ فما فائدة الدعاء؟ لو كان له فائدة كبيرة لاستخدمته، لكنني لا أرى أي فائدة منه. هذا ما أشعر به. وسأضيف شيئا آخر. إذا كان هناك شخص متدين وهو شخص جيد فأنا أحترمه كثيرا، لأنني أعتقد أن كون الشخص المتدين جيدا هو أمر أصعب من أن أكون أنا جيدا. يا أخي، كل شيء له حد. يمكنك أن تركض إلى حد معين، لا يمكنك الركض أكثر من ذلك. يمكنك أن تحمل وزنا معينا، لا يمكنك أن تحمل أكثر من ذلك. يمكنك أن ترى لمسافة معينة، لا يمكنك أن ترى أبعد من ذلك. وبالمثل يقول المنطق السليم: إن لديك أيضا حصة معينة من الخير. الآن إذا خرجت في الصباح وتخرج إلى الخارج، فإنك تشعر بأنك قمت بعمل جيد جدا، وأن جزءا كبيرا من حصتك من الخير قد استهلك، ومع ذلك لا يستفيد أحد من ذلك. أما أنا إذا لم أذهب فسيتعين علي أن أطعم أحدا أو أساعد أرملة ما. كيف سأكمل حصتي من الخير؟ أنتم كل المتدينين تقومون بأعمال شديدة النفعية. لا تصلي عندما تخرج أشعر أنك قد أعمال عظيمة، لكن جزءا كبيرا خيرك قد أف، وهو ما لا ينفع أحد. إذا أذهب سأقرب إلى شخص ما أو مساعدة أرمل. كيف أقضي نصيبي؟ جميع المتدينين ينفقون نصيبهم على هذه الأمور التي يلقى إلينا. طبعا إذا بقي هذا القدر القليل من الإحرام فهو أمر. أولا، أجد من الجيد أن كلا العالمين يؤمنان بالسامية ولديهما آراؤهما الخاصة بها، وبعد انتهاء مرافعاتهما أمامها يجلسان الآن على كرسييهما. هذه هي الجولة الثانية من هذا النقاش، والآن هي الجولة الثانية من الردود، وبعدها سيتم الاستجواب. انتهى نقاشك يا سيدي. في مناهج مدارسنا ندرس قصة بانش برميشور التي كتبها بريمنشاند جي. لا تقلق، لن أسمح لك أن تفوت أي جولة. جولة الرد عليك يا مفتي السيد شمايل الندوي. في الحقيقة المشكلة الحقيقية هي أن السيد جاويد ليس لديه مفهوم واضح عن الله. لقد قال إن الله كان موجودا قبل الكون، إذن لابد أن الوقت كان موجودا أيضا. الوقت نفسه هو جزء من الكون. نحن نؤمن بذلك الإله، ومن الضروري أن يكون الكائن الضروري خارج الزمن، لأنه هو خالق الزمن. عندما خلق الزمن فكيف يمكن أن يكون هو نفسه خاضعا للزمن؟ وعندما خلق المكان فكيف يمكن أن يكون هو نفسه داخل المكان؟ إذا كان هو بالفعل مقيدا بالزمان والمكان من قبل، فماذا خلق إذن؟ لذلك هذا السؤال خاطئ. إذا كان الله موجودا فلا بد أن يكون هناك زمن. أبدا، ليس كذلك. الله ليس مقيدا بالزمن مثلنا، نحن ننتمي إلى العالم المادي. أما هو فهو حقيقة ميتافيزيقية. أما الأمر الآخر فقد ضرب مثالا بأن إبريق الشاي يدور في الهواء، ولا أدري، ربما استشهد بكلام برتراند راسل. على أي حال هذه هي المشكلة. المشكلة هي أننا لا نستطيع التمييز بين الأشياء. المثال اللي قدمته هو من الخيال، أما ما أحاول إثباته فهو ضرورة منطقية. إذا أردت أن تتخيل يمكنك تخيل أي شيء. في المشتري يوجد فيل وردي أو يونيكورن. افعل ما تشاء، ماذا سيغير ذلك في الكون؟ بهذا لا يمكنك إثبات الضرورة المنطقية. أنا بتكلم عن السبب الأول، عن الكائن الضروري اللي بدون وجوده لا يمكن أن توجد هذه الكون. الأمر الآخر أن العلم يتحدى الدين وما إلى ذلك، هذا ليس موضوعنا أصلا. إذا تحدثت عن هذا فسوف يضيع وقتي، لأن نقاشنا ليس حول الدين. العلم لا يتبع الدين، وعلى وجه الخصوص أنا ورؤيتنا للعالم على الأقل لا نجعل العلم تابعا للدين، بل ننتقد العلموية. وقد أوضحت ذلك سابقا الشيء. قال: خذ خريطة العالم، حضرتان من مكانين مختلفين. لقد قمت بهذا الواجب المنزلي وأخذت خريطة للشرق الأوسط وخريطة لأوروبا.
هذه منطقة دينية، وهذه اكتشفت أن أعلى حالات الاغتصاب موجودة هناك. هذا ما اكتشفته وفقا لتقرير الأمم المتحدة، لم آخذ هذا من عندي. النساء العاملات في الدول الأوروبية بينهن نسبة 1% فقط يتعرضن للتحرش الجنسي، بينما في الشرق الأوسط لا يحدث ذلك، لأنهم أشخاص متدينون، لذلك لا يحدث ذلك هناك. الشيء الثاني الذي ذكرته هو أن كون الشخص المتدين جيدا أصعب بكثير من كوننا جيدين، إنه أمر صعب جدا. إذن هذا يعني أنه باستثناء الله ليس لديك أي معيار للخير والشر. أود أن نناقش هذا الموضوع في أسلوب حواري وفي هذا الجزء من النقاش. شكرا جزيلا. هذا هو الجولة الثانية من الردود. عندك 5 دقائق وبعد ذاك نبدأ الاستجواب المتبادل. إذا أردت يمكنك أيضا الرد على الأسئلة التي طرحها في جولة الردود. نعم، انظروا أولا هذه النقطة. هذا المثال ليس صحيحا بل هو خاطئ. لقد حكم علينا مسبقا بالفعل. لا يمكن حل هذه المسألة بالعقل وحده، لا يمكنك الوصول إليها بالمنطق. هذه مسألة ميتافيزيقية، وكلمة ميتافيزيقي تبدو غريبة بعض الشيء، ولا أحد يعرف معناها بدقة، فيبدو وكأنها شيء عظيم. يا أخي، ما معنى ميتافيزيقي؟ أخبرني. فهي كلمة تستخدم في كل مكان دون تحديد. عندما تتحدث عن شيء وتجادلني فلا تذكر لي الميتافيزيقا، أثبت لي الأمر منطقيا. وإذا لم تستطع أن تتحدث منطقيا وتقول إنه ميتافيزيقي، إذن عن ماذا نتحدث أصلا؟ هنا سنحاول أخذ بعض أسئلتكم. لقد خصصنا 30 دقيقة لهذا الجزء، وبهذه الطريقة ستكتمل المناظرة التي تستغرق ساعتين. هناك 23 نقطة أساسية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. يجب أن لا ننخرط في أي نوع من الهتافات أو الضوضاء، فهذا ليس مكانا للفوضى، لأن العالم كله يشاهد، ويجب أن نكون قدوة. يجب أن نقدم مثالا للناس بأن المتعلمين حتى مع اختلافهم يمكنهم التعبير عن آرائهم سواء اتفقوا أو اختلفوا. هنا يجلس أستاذي من جامعة جواهر لال نهرو السيد بروشوتم أغروال، الذي علمنا أن شجاعة الموافقة وحكمة الموافقة وكذلك عكس ذلك كلها أمور ضرورية للغاية. النقطة الثانية، هذا النقاش ليس حول دين واحد فقط، ويجب أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع. هذا ليس نقاشا حول إعلان أي دين عظيما أو أي دين أدنى. لذا إذا كان أي شخص ينظر إلى هذا فأرجو أن يكون هنا. أود أن أؤكد لكم أنكم ستصابون بخيبة أمل في هذه المناظرة. حتى مع كثرة استخدام الرموز الدينية، هذان الشخصان اللذان يبدوان جادين أمامكم الآن هما في الحقيقة أشخاص طيبون. لقد التقيا مساء البارحة على الشاي، وكان هناك الكثير من المزاح والضحك بينهما، كما التقطا صورة وهما يعانقان بعضهما البعض. وهذا دليل على أن هذين الشخصين وافقا على المناظرة بطريقة هادئة وجيدة جدا مقارنة بالضجة المثارة على الإنترنت. أما ما يقال على تويتر فيبقى على تويتر، وإيلون ماسك يسميه هذه الأيام إكس. والآن في بداية هذه المناظرة، مع أن هذين العالمين لا يحتاجان إلى تعريف، لكن ربما يكون ذلك ضروريا. لقد تعلمنا في مجال الصحافة ألا نفترض أبدا، والعلم يقول الشيء نفسه. المفتي ساميال ندوي صاحب هو عالم إسلامي ومربي ومؤسس مؤسسة فاهان في كولكاتا. تخرج من دار العلوم الندوة العلماء المرموقة في لكناو، وهو نشط في التدريس والأعمال الفكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العامة. وفي الوقت الحالي يدرس الدكتوراه في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا. والأمر الجيد هو أنه إلى جانب دراسته يقوم أيضا بكتابة المدونات. لقد رأينا المدونة أمام برج محطة الوقود، ومعنا السيد جاويد أختر. السيد جاويد أختر شاعر وكاتب نثر أيضا، وقد كتب حوارات للأفلام وكتب أغاني كذلك. إلى جانب ذلك فهو أيضا صريح فيما يتعلق بالتفكير العلمي أو إلحاده المعلن، ويتحدث دائما عن العقلانية من وجهة نظره. سيداتي وسادتي، هل الله موجود؟ الجميع يحاول أن يجد إجابة لهذا السؤال بطريقته الخاصة.
هناك من يعتبر هذا بحثا عن جسيم جودديم، وهناك من يعتبره بحثا عن جسيم الإله، وهناك من يعتبره بحثا عن هيغز بوزون. هناك من يحاول إيجاد إجابة لهذا السؤال: كيف ظهر الوجود المادي في الأساس؟ ماذا كان هناك؟ ماذا كان قبل بداية الزمن وقبل الخلق؟ وهناك من يقول إن كل هذا مجرد بحث واستكشاف كيف تطور الدماغ الذي تجري فيه هذه العمليات ضمن تسلسل الطبيعة. آمل أن نتمكن اليوم من الحصول على بعض الإجابات لهذه الأسئلة الأساسية. أود أولا أن أدعو إلى المنصة فضيلة المفتي شمال ندوي. تفضل يا سيدي. يرجى البدء بالكلمة الأولى. يرجى التحقق من خط هاتفك مرة واحدة قبل البدء، أحيانا يحدث ذلك. كل الثناء للخالق الذي صنع هذا، للمبدع اللي خلق هذا الكون لهدف واحد. السادة المحترمون، جناب قويد أخطر، السيد سورب ديفيدي والجمهور المحترم، شكرا لكم، شكرا للجميع على حضوركم اليوم. بما أننا سنتحدث اليوم في المناظرة عن موضوع وجود الله، فهذا موضوع يمكن أن يكون هناك معايير مختلفة لاتخاذ أي قرار بشأنه. لذلك من الضروري في بداية المناظرة أن نعرف أي معيار سيكون صحيحا وأي معيار سيكون خاطئا في موضوع اليوم. أول معيار أعتقد أن ضيفنا المحترم جناب جاود الأستاذ أخطر سيتجه نحوه بسرعة كبيرة، وهو العلم. بينما في الحقيقة لا يمكن للعلم أن يكون معيارا مباشرا لإثبات وجود الله أو نفيه. ولست أنا من يقول هذا، بل هناك سبب لذلك. هذا ما يقوله الأشخاص الذين هم خبراء في العلم. الأكاديمية الوطنية للعلوم تقول العلم لا يمتلك الآلية لإثبات أو نفي وجود الله. لماذا؟ لأن العلم مرتبط بالأدلة التجريبية، والأدلة التجريبية مرتبطة بعالمنا الطبيعي والمادي، بينما الله هو حقيقة غير مادية وفوق طبيعية. لذلك لا يمكنك التحقق من الواقع غير المادي باستخدام أداة وظيفتها البحث في الواقع المادي. لذا في مناظرة اليوم لن يتم قبول الأدلة العلمية لإثبات أو نفي وجود الله. المعيار الثاني يمكن أن يكون من خلال الوحي، حيث نثبت ما إذا كان الله موجودا أم لا عن طريق الوحي. لكن هذا المعيار أيضا غير مناسب اليوم. لماذا؟ لأن الوحي بالنسبة لي هو مصدر معرفة، وهو مصدر معرفة صالح، لكن بالنسبة للدكتور جافد هذا ليس مصدر معرفة صالح. لذلك في مناظرة اليوم لن أقدم أي دليل من أي نص ديني حتى لا يكون غير مقبول بالنسبة لجافيد أخطر صاحب. أما المعيار الثالث الممكن فهو الملاحظة يا أخي. إذا قال أحدهم أرنا الله، إذا كان موجودا فأرنا إياه، أو ما هو الدليل التجريبي على وجود الله، فهذا في الحقيقة استخدام أداة خاطئة. هذا يشبه أن يطلب مني السيد جافد هذا الطلب، أن يقول مفتي صاحب أظهر لنا البلاستيك باستخدام جهاز كشف المعادن. الآن لا يمكن كشف البلاستيك، لذلك البلاستيك غير موجود. لا، أنت تستخدم الأداة الخاطئة، لا يتم كشف البلاستيك بهذه الأداة. لذلك أعتقد أن وجود الله، المطالبة بهذا الأمر هو مطلب طفولي، وسعادة الأستاذ المحترم قد تجاوز هذه المرحلة بكثير. الآن لم يتبقى سوى معيار واحد، وهو العقل والمنطق والاستدلال، وهذا هو المعيار الذي سيتم من خلاله إثبات وجود الله أو نفيه. ولكن بما أن هذا موضوع مهم وحساس للغاية، فيجب أن يكون الدليل المنطقي قاطعا وليس غير محدد. يجب أن يكون واضحا كوضوح 2+2، بحيث لا يمكن رفضه منطقيا. على سبيل المثال، إذا قلنا إن السيد المحترم سورب هو إنسان وجميع البشر كائنات واعية، فما النتيجة؟ إذن السيد سورب أيضا كائن واع. هل هذا جدل غير محدد أم جدل محدد؟ هذا جدل محدد، وهو واضح كوضوح 2+2، ولا يمكن رفضه منطقيا بأي شكل من الأشكال. فإذا قدم اليوم أستاذنا المحترم دليلا عقليا أو برهانا منطقيا على عدم وجود الله يكون قاطعا، فأنا أعلن أنني بالتأكيد سأقبل هذا الدليل وسأتأمل فيه. ولكن في الوقت نفسه أعلن أيضا
كإنتاج لا يمكن لأحد أن يقدم مثل هذا الدليل القاطع. نحن سنقدم الدليل، وسنقدم دليلا قاطعا، دليلا منطقيا، دليلا لا يستطيع العالم الثيولوجي بأكمله دحضه. لنفكر الآن في مثال سيناريو بسيط. أطلب من جميع الحضور أن يتخيلوا نحن وأنتم في جزيرة معزولة، جزيرة لم يزرها أحد قبلنا، وأثناء تجوالكم فجأة ترون كرة وردية اللون موضوعة هناك. ما هو أول سؤال سيخطر ببالكم؟ لماذا هذه الكرة هنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ لماذا هي باللون الوردي تحديدا؟ كان يمكن أن تكون بأي لون آخر. لماذا هي بهذا الشكل تحديدا؟ كان يمكن أن تكون بأي شكل آخر. طبيعي أنكم ستصلون إلى استنتاج أن هناك من صنع هذه الكرة بهذه الخصائص المحددة ووضعها هنا، لأنكم تعلمون أن وجود هذه الكرة ليس ضروريا، كان يمكن أن توجد أو لا توجد، وحتى لو كان يجب أن توجد كان يمكن أن تكون بشكل أو لون آخر. الآن تخيلوا أنكم توسعون هذه الكرة وتوسعونها أكثر فأكثر حتى تصبح بحجم الكون. هل سيتغير السؤال لمجرد أن الحجم تغير؟ أبدا لن يتغير. سيبقى السؤال: من أين أتى هذا الكون بهذه الخصائص المحددة؟ من أين أتى؟ لماذا أتى؟ من صنعه؟ هذا السؤال سيبقى صالحا لبعض الوقت، ولكن إذا طرحنا هذا السؤال على السيد جاويد أختر، فبما أن نظرته للعالم ثيستية وليس هو فقط بل كل من يحمل النظرة الثيستية أو الإلحادية، إذا طرحت عليهم هذا السؤال: من أين أتى هذا الكون؟ فإجابتهم ستكون إما حجة من الجهل أو ستكون عقائدية. إما سيقولون: لا أعرف من أين أتى هذا الكون، لذا القول بأن الله غير موجود هو حجة من الجهل، أو سيقولون إن هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه، وهذا يعني أنه حتى تلك الكرة كان يجب أن تنشأ من تلقاء نفسها. لكن فيما يتعلق بالكرة لن يقبل هذا التفسير بأنها نشأت من تلقاء نفسها، بينما فيما يخص الكون يتم قبول هذا التفسير. يمكننا أن نسمي هذا أيضا عقيدة بكلمات أخرى. الأمر الآخر هو أن الدكتور جاويد بالتأكيد سيقدم مثال إله الفجوات، وسيعطي مثالا أنه في الأزمنة القديمة عندما كانت الرعود تزمجر كان الناس ينسبونها إلى إله معين، وعندما كانت الأمطار تهطل كانوا ينسبونها إلى إله آخر، لأنهم لم يكن لديهم دليل. هذا ليس من قيمنا أصلا، لأن معرفة تفسير العمليات الطبيعية لا تثبت من أين أن الله غير موجود. سأتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله. سترون أيضا، وأتوقع أن السيد المحترم جاويد أختر سيقدم بالتأكيد حجة عاطفية، وهي مغالطة منطقية. عندما يتعلق الأمر بتحديد الحقيقة سيقولون كمثال رئيسي: إذا كان هناك إله فلماذا يوجد الشر؟